اسمي رنا، عمري 31 سنة. اتجوزت مرتين وفي كل مرة رزقت ببنت، وبعد كل بنت حياتي انقلبت رأساً على عقب. وأنا متأكدة إن اللي بيسمعني دلوقتي بيقول في نفسه أكيد فيها عيب، أكيد هي ست وحشة أو بتعمل حاجات غلط. لكن صدقوني، أنا مش وحشة ولا كنت بدور على المشاكل. أنا بس ست كان نفسها تعيش طبيعي، لكن الظروف دايماً كانت ضدي. أول جوازة كانت من ابن خالي، الكل كان بيشكر فيه ويقولولي ده راجل محترم، هيقدرك وهتعيشي في أمان. وأنا كنت صغيرة، عندي 17 سنة، وما كنتش فاهمة حاجة. أمي وأهلي أقنعوني إنه اللي تعرفيه أحسن من اللي ما تعرفيهوش، فوافقت. فرش لي شقة فخمة جدا وعمل فرح كبير، والناس كلها كانت بتحسدني. كنت بضحك قدام الناس، لكن جوايا كنت تايهة. الغريب إنه كان دايما هادي جدا، مش بيحب الكلام ولا بيقول كلمة حلوة إلا نادرا. كنت فاكرة إن بعد الجواز هنتعود على بعض، وده طبع الرجالة اللي شوية مكتومين. لكن ليلة الدخلة كانت صعبة ومحرجة. هو ساكت، وأنا اللي كنت بتكلم عشان أخفف التوتر، وما فيش أي اهتمام ولا نظرة حب ولا كلمة جميلة. أنا بني آدم بحب الكلام الحلو والاهتمام والضحك، لكن معاه حسيت إني جدار. بعدها ب3 شهور لاحظت إن العلاقة الحميمة بينا كانت غريبة وسريعة جدا، لدرجة إني ما كنتش بحس بأي متعة. هو بياخد الموضوع كأنه واجب وخلصنا. حاولت أتكلم مع والدتي بالراحة، قالت لي استحملي، انتي عارفة إننا بعد وفاة والدك ما عندناش غير بعض، والطلاق عيب. فسكتت، لكني كنت ساكنة جوايا. وفجأة الأمور اتغيرت بشكل صادم. بعد سنين من السكوت حصل موقف خلاني أهرب من البيت في نص الليل. هل توقعتوا إن السبب كان إن حد غريب قال لي كلمة حلوة في الشارع؟ تابعوا الجزء الثاني هتعرفوا الصدمة اللي قلبت حياتي رأساً على عقب. فضلت متجوزة 4 سنين كاملة، وكانت أصعب 4 سنين في حياتي. زوجي ما كانش بيتكلم وما كانش يعرف يفرحني، وكل ما حاولت أفتح معاه موضوع العلاقة أو العاطفة كان يزعق في وشي ويقول لي أنتِ جريئة قوي وخليكي في حالك. في مرة اتخانقنا عشاني نزلت السوق أشتري أغراض البيت. كنت لابسة عبايات عادية جدا، لكن شكلها كان حلو عليا. المهم، واحد غريب في السوق قال لي كلمة مديح عابرة، وما كنتش أبداً واخدة بالي إن حد سمع، لكنه هو كان ماشي ورايا وشاف اللي حصل. لما رجعنا البيت اتخانق معايا خناقة كبيرة جدا، وضربني واتهمني إني بعمل حاجات غلط. أنا حاولت أبرر له، لكنه ما كانش عايز يسمع. في نفس اليوم سبت البيت ورحت لبيت أمي. كانت بنتي عندها 4 سنين، وكنت حزينة عليها ومرعوبة من المستقبل. أمي انصدمت وقالت لي ارجعي له، انتي ملاقيش حياة برا. ورجعت، لكن من بعدها وأنا عايشة جثة ميتة بالعافية. كنت بحس إن جوايا نار مش لاقية لهيب، وإحساس بالحرمان والوحدة كان بيزيد مع الأيام. جوزي بعد فترة مسافر، وحصل له حادثة هناك خلت علاقتنا تموت خالص. ولما رجع كان شخص تاني، عصبي متضايق ودايما يعمل مشاكل. قعد يقول لي كلام زي انتي مش نافعة لي، وخلاص أنا طلقتك. اترجيته بالبنت لكنه مرحمش، صفعتني بالورقة ورميتني في الشارع. رجعت تاني لبيت أمي، وهنا المصيبة الجديدة بدأت. لكن قبل ما أرجع لبيت أهلي كان في جار قديم كان عينه عليا من زمان، وده اللي قدر يلعب على إحساسي بالوحدة والحرمان. وقعت معاه في فخ ما كنتش أتخيل إنه يضيع كل حاجة. إيه اللي حصل بيني وبين الجار ده؟ الجزء الثالث هيعرفكم على اللي نهايته كانت أسوأ من الأول. رحت بيت أمي مكسورة القلب وجريحة، وكل اللي حواليا بيبصولي باستغراب. الجار بتاعنا اسمه هشام، اسم مستعار. كان دايما يعرفني من زمان، كان متجوز وعنده عيال، لكنه كان دايما بيلمح لي بكلام بايخ. بعد ما رجعت البيت أهلي بدأ يقرب مني أكتر ويواسيني ويقول لي كلام حلو كان ناقصني قوي. انتي ست جميلة، مين اللي هيسيبك؟ جوزك ده أعمى وكل ساعة يبعت لي رسالة، وأنا الضعيفة العصافير اللي عايزة حنيه انخدعت فيه. وافقنا إني نتجوز في السر، وهو أقنعني إن دي مش حرام، بالعكس ده حلال، بس أخفيه عشان أمي ترضى. اتجوزنا من غير ما حد يعرف. أول فترة كانت أحلى حاجة في حياتي. هو كان بيحبني ويحضني ويكلمني زي ما نفسي حد يعمل معايا. لكن سرعان ما مراته عرفت
وعملت مشاكل كبيرة وخربتها عليه. هو جاب سيرتي وقال: مش أنا اللي كنت عايز كده، هي اللي جارتني، وتخلى عني تماماً وما بقاش يرد على تليفوني. طلقني برضه. أمي لما عرفت كرهتني، قالت لي: خربتي سمعتنا وضيعتي مستقبل بنات إخواتك اللي لسه متجوزين. مشيت من البيت تاني وسيبت بنتي عند أمي، وفي الوقت ده اكتشفت إني حامل من هشام. كان عندي 29 سنة وداخل على 30، مكسورة من كل الاتجاهات. ماما اقتلعتني والناس اتكلمت، وأي حد كان بيجي يتقدم لي كانت والدتي ترده على طول، إلا واحد كبير في السن عنده 60 سنة. قالت لي: ده فرصتك الأخيرة. وافقت أتجوز واحد عنده 60 سنة وأنا لسه في نص العشرينات؟ وافقت. وبعد الجواز فوجئت بشيء عمره ما خطر على بالي. ابنه اللي دخل حياتي وخرب كل حاجة، أو لأ، هو اللي أنقذني. الجزء الرابع هتعرفوا إزاي لقيت نفسي بين راجل كبير وولد شاب، والأسوأ إني ما كنتش عارفة مين الصح. اتجوزت الراجل الكبير فادي، اسم مستعار، اللي كان عنده 60 سنة، أرمل، وعنده ابن واحد فقط اسمه كريم. كريم كان مسافر طول الوقت بسبب شغله في مزرعة دواجن مع شريكه. أول شهر جواز كنت برتاح نوعاً ما لأن فادي راجل هادي ومش بيطلب كتير، لكنه بارد طولاً. لكن ما كنتش بعيط ولا بحس بالحرمان. قلت خلاص ده قدري. المهم، في أول شهر كريم ما كانش موجود، فاكتشفت إني سافر ورجع بعد 30 يوم. في يوم رجوعه البيت كله ريحته اتغيرت، ريحة عطر قوية دخلت قبل ما هو يدخل بخطوات. ولما شفته أنا مش عارفة أقول إيه. كريم شاب عنده 26 سنة، طويل وسيم جدا، وعيني فيها حاجة غريبة. من أول نظرة حبيته؟ لا، بس فعلا حسيته مختلف. ثاني يوم فاجأني بهدية، ساعة فاخرة وتحفة صغيرة عليها اسمي. أنا اترفضت الهدية في الأول لكنه أصر. قال لي: دي حاجة تخصك، تقبليها من غير زعل. وقبلتها، ومن هنا بدأت العلاقة بيننا تتغير. كريم بدأ يتودد لي بطريقة زي الأب، لكن عيونه كانت بتكلمني بلغة تانية. كان يقف معايا في المطبخ، يضحكني، يسألني عن يومي، ويختار معايا الأكل، حاجة ما شفتها في حياتي قبل كده. في مرة سألته: أنت عريس كويس، ليه متجوزتش لسه؟ ضحك وقال: كلام لسه محفور في دماغي، أنا عايز واحدة زيك بالظبط، شبه القمر، وتفهمني من نظرة عيني زي ما أنت فهماني. وعينه كانت عيني. ساعتها حسيت إن قلبي اتفتح، وأنا اللي كنت ساكتة سنين لقيت حد بيسمعني. لكن الخوف بدأ يزيد. أنا بقيت ليه بفكر فيه؟ أنت عارفة أنت بتعملي إيه يا رنا؟ ليه بتحبي ابن جوزك؟ أنا من جوايا تعبت. كريم في يوم قرب مني قوي، وكل حاجة اتغيرت بينا. ما بقاش مجرد كلام، بقت لمستين ونظرات ولحظات صعبة قوي. وفي الآخر عرض عليا حاجة أسيبيه وأعيش معاه في شقة سرية. الجزء الخامس هتحكوا عن المواجهة اللي كادت تدمر كل حاجة. كريم كان بيحضني بكلامه أولاً ثم بأيده. كنت بحس إني بعيش قصة حب في فيلم، لكن مع إني عارفة إن دي نهاية الفيلم هتكون مؤلمة. كل مرة نقعد سوا كان ياخد إيدي ويقول: أنا عرفت معنى الحب من عنيكي، وأنا كنت بقول جوايا: حرام حرام حرام. لكن الجسد كان بيتكلم بلغة تانية. أنا اتحرمت سنين وما جربتش الحنان الحقيقي غير معاه، وهو كان أغلى من باباه في كل حاجة. وفي ليلة كنا لوحدنا، البيت كله نايم، هو قرب مني ولا مني، جوايا حاجة انهارت. ما قدرتش أقول لأ. ولما صبحنا كان ندمان، لأ، كان عايز يكررها، وأنا ما كنتش عارفة أعمل إيه. حبيته بجنون. ثم فاجأني بعرض: عندي شقة صغيرة بعيد عن البلد، نروح سوا، تعيشي معايا، ومش لازم تطلقي بابايا، يبقى مراته في العلن ومراتي في السر. ساعتها صفعت نفسي جوايا، لكن قلبي كان بيصرخ بقى. فكرت في بناتي، فكرت في ماما، فكرت في النار اللي بتاكل الضمير. قلت لنفسي: لا يا رنا، دي نهايتك. لكنه عيط واتوسل وقعد يقول لي: أنا عمري ما هحب غيرك، ولو سبتيني هموت. الموقف بقى صعب جدا. كريم مش بس حبيب، ده ابن جوزي، يعني لو حد عرف هنتعدم مش هنتفضح بس. المجتمع اللي حواليا متوحش. وفي النهاردة بابا فادي لاحظ حاجة غلط. بدأ يسألني: أنتي ليه متغيرة مع ولدي؟ وأنا كل شوية أتجنبه. الخوف أكلني، بقيت مش عارفة أنام، مش عارفة آكل،
وكل ما أشوف كريم أحس إني هموت من الذنب والشوق مع بعض. ووصلنا للحظة المصيرية. كريم أمامي وعينيه دموع بيقول لي: عليكي بيا دلوقتي ومشينا، يا هنضيع مع بعض يا هنعيش مع بعض. وسألني: هتمشي معايا؟ ولا هتفضلي في السجن ده مع راجل كبير ما بيعرفش حتى إنك بتعيطي؟ الجزء السادس والأخير هو القرار اللي غير حياتي للأبد. وشوفوا أنا عملت إيه في الآخر. وقفت قدام كريم في المطبخ الساعة 2 الفجر وعينيه بتدمع وقلبي بينبض زي المجنون. فكرت في كل حاجة، في بنتي اللي عند ماما، في بنتي التانية اللي سايبها عند طليقي، وفي نظرة الناس اللي بتاكل لحمي. وفكرت في الحرمان اللي عشته سنين، وفكرت إن دي أول مرة حد بيحبني حب حقيقي حتى لو كان حرام. وكريم قال لي: لو سبتيني النهاردة هترجعي لمين؟ لراجل كبير ما بيعرفش ينام جنبك؟ لمجتمع رماك في الزبالة؟ تعالي نبدأ حياة جديدة بعيد عن الكل. عيطت كتير، خدت تليفوني، صورته معايا كأني بدور على حاجة أتذكرها بعد القرار. واتخذت قراري. قلت له: لا، مش هامشي. أنا هقعد هنا وهحارب غلطتي وهتوب وهنساك مهما كلفني الأمر. زعق وكسر كوباية ومشي. أنا فضلت قاعد طول الليل بعيط وبكرر: انتي عملتي غلط يا رنا، بس انتي مش وحشة. الصبح صحيت لقيت كريم سافر مكتوب لي ورقة: سامحيني، أنا السبب. رحتي أنقذتيني من نفسي. ربنا يهديكي. أنا هروح أتجوز واحدة تنسيني وجودك. وتقطعت أخباره. فادي معرفش حاجة. رجعت لحياتي الزوجية الباردة وقررت أتفرغ لبناتي وأتوب توبة نصوحة. النهاردة أنا مش عارفة إذا كان قراري صح ولا غلط، بس اللي أعرفه إني مش هقدر أنام مرتاحة أبداً. مش متزوجة حب، لكن عايشة اللي نفسي أقوله لكل ست زيكم: الحرمان مش مبرر للحرام، والغلطة بتكبر بالتكرار. أنا ضحيت بحبيشاني أرجع لربنا. اختاروا الصح مهما كان صعب، والجزاء من جنس العمل. هل ندمتي على قراري؟ أيوة، كل يوم. لكن هل هكرر الغلطة؟ أبداً. لو عايزين تعرفوا تفاصيل تانية عن كريم بعد ما سافر وماذا حدث لي بعد سنة، اكتبوا في التعليقات. أنا لسه بدور على سعادتي، يمكن تيجي يوماً ما. سلام.